السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض اللازانيا. انا كنت جايباها قبل كده، ما كنت بشتري شوية حاجات واحطها يعني. اول حاجة عشان قبل ما نعمل طبعا نحضر المكرونة هنعمل الايه، المفروم الاول. فانا حطيت شويه بصل حلوين كده في الكبه، والناحيه التانية في الخلاط برضو حطيت طماطم، عشان احنا عايزين نعمل العصاجي اللي هو اللحمه المفرومه فيها ايه شويه صلصه عشان خاطر تبقى خفيفه وتسوي المكرونه. عشان احنا عارفين في ناس بتسلق الشرايح اللازانيا وفي ناس ما بتسلقهاش. انا بقى من الناس اللي ما بتسلقهاش، بستسهل بقى كده وكده كده هي بتستوي كلها في بعضها ومش بتبات لدرجه ان هي ممكن تعجن، انت كده كده بتاكلها في نفس اليوم. فرمنا بقى كده البصل وهنفرم الطماطم، وهنبدأ احنا ايه، نجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعصق فيها، وهننزل بالزيت وبعد كده بالبصل، ونبدأ احنا ايه نشتغل فيهم بقى. وكنت جايبة عن بانيه، شايفين طبق مطلعي 80 جنيه، نص كيلو ب80 جنيه. جبت نص كيلو على قدنا يعني، قضي الغرض. وفي الاخر ما عملتوش كله يعني، انا تبلته كله بعد كده قليت على عددنا، على العدد اللي كان هياكل بس. هنحط بقى شوية زيت، وبعد كده هنحط السمنة، عشان ما ينفعش سمنة بس ولا زيت بس، يعني ايه بنساوي بعضينا كده. خلاص العلبة دي كانت خلاص اتشطبت، هي حاليا خلاص خلصت خالص. هنفتح بقى واحدة تانية ان شاء الله. معنا بقى شوية كوسة، والكراكيب اللي جنبية اللي انتوا شايفينها دي كيس الكوسة دوت كان عندي اصلا من قبل كده. كنت وانا بعمل محشي، بس ما صورتلكوش بقى المحشي ده. بقى عندي شوية كوسة كنت حاساهم كتير فما عملتهمش، ما بقيتش عارفة اعمل فيهم ايه، فهقول لكم برضو انا عملت فيهم ايه مع بعض النهارده. بعد ما حطينا السمنه بقى والزيت وسخناهم على النار، نزلنا بالبصل اللي معانا ده كله. هندبله بقى خالص. ده بقى نشوح فيه لحد ما يدبل معانا، وبعد ما يدبل هننزل باللحمه المفرومه اللي طلعت يعني، يعني مش عارفه اقول طلعت ايه، ربنا يسامحني. طلعت وحشه جدا 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 فوق ما تتخيل. هو طعمها في الاكل ما كانش واضح قوي قد ما كان شكلها مستفز. شكلها وهي بتستوي كان صعب جدا. بصوا انا حطيت هنا حته توم، جبت كده حته التوم من الفريزر. خلاص برضو التوم اللي عندي في الفريزر دوت بينهار خلاص، يعتبر خلاص فاضل له كام مره كده ويبقى خلاص خلص. بس انا طبعا مش الحمد لله اشتريت اللي هو التوم بقى اللي كان لسه نازل الجديد دوت، وحطاه بقى بيتنشف في البلكونه. هبقى برضه اوريه لكم في مره. و... وعايزه بقى اخد منه شويه افرمه بقى كده، هو لسه طري، وافرزه في الفريزر بيكون سهل الصراحه، بيريحني. بصوا بقى اللحمه كانت لسه طبعا متلجه. انا جبتها بقى للاسف يعني، ومش هضحك عليكم، جبتها من تحيا مصر. وانا حماتي بتجيبها وبتبقى حلوه جدا. انا ما اعرفش لما جبتها طلعت وحشه كده ازاي، يعني ملهاش علاقه انا ما اعرفش هي كانت ايه الصراحه. هما ضاربينها الوان، اكيد حاطين فيها الوان، يعني حاطين فيها الوان. بصوا انا حطيت هنا ملح وفلفل وبهارات وشويه شطه وحبهان. مش فاكره بقى انا حاطط ايه تاني عشان ما شفتش اصلا كنت بتكلم. وكان عندي فلفل رومي، واحدة فلفل رومي قطعتها برضه حطيتها بحيث انها تعمل برضه ريحة كده مع اللحمة. وهننزل بشوية الملح، وهنفضل بقى نشوح كله في بعضه. المفروض بقى هي لو لحمة من غير لون، هو مليون في المية هم حاطين فيها لون احمر. لو ما كانش فيها اللون الاحمر ده وكانت لحمه مفرومه بس من غير الوان، كانت تبقى لونها لون اللي بنشوفه في الاخر، لون اللحمه اللي في الاخر ده، اللون البني الرمادي، لون اللحمه العصاجي المعروف العادي يعني. دي فضت حمرا، لونها كان مضايقني جدا، مع انها كانت مستوت خلاص، كانت شوحت كويس خلاص يعني. اكتر من كده كنت هتتحرق مني، بس برضو محمره عشان هي فيها الوان. فيا جماعه بلاش بقى بجد بعد كده نسترخص ونجيب بقى اللحوم من اي مكان وخلاص. يا نجيب حاجه عدله يا ما نجيبش ونريح دماغنا خالص، عشان احنا مش ناقصين اصلا امراض والله العظيم.
الواحد بيعمل في نفسه حاجات عشان خاطر يوفر، وبتيجي على دماغه في الاخر. خليني بس اكمل لكم الاول ايه تتبيله عشان خاطر ما نتكلمش وانسى اقول لكم انا حطيت ايه. انا تاني مره دي اعمل البانيه من غير ما ابشر له بصل. انا حطيت شويه ملح وشويه زعتر طبعا اساسي عشان خاطر البانيه، وهنحط شويه بابريكا عشان تحمر لونها كده شويه. وهننزل بقى بالثوم باودر، نحط لها شويه توم كده، وناخد شويه بصل، ده بصل برضو البودر. بقيت استسهل الصراحه ان انا اعمل خلطه كده على طول، مع ان البصل المبشور بيديها برضو طعم مختلف، مش هنضحك على بعض. وحط لها شويه شطه وشويه فلفل اسود، نزل مني كتير شويه بس مش هيخسر يعني. شويه بهارات، ممكن ما تحطيش البهارات دي، لو عندك بهارات فراخ حطي، عندك ماجي حطي، ما عندكيش ممكن ما تحطيش خالص. اصلا احنا كنا زمان يعني كنا بنتبل البانيه ده بملح وفلفل بس، هو كان ملح وفلفل اسود والبصلايه المبشوره. والله كان في زمان واحد في بيوتنا كده، في بيوت اهالينا كنا بنعملش غير كده يعني، ما كناش بنحط الافتكاسات دي كلها. انا عايزه اقول لك انا كنت بحط سماق على طول في البانيه، انا نسيت احط المره دي خالص. انا عايزه اقول لك انا افتكرت دلوقتي اصلا انا بقول لكم بمنتج الفيديو. تبلته بقى كده كويس ودعكته كله في بعضه، هنشيله بقى نحطه في التلاجة لحد ما ايه نخلص الاكل بتاعنا ونقليه على الفطار بعد اخر حاجه خالص. جبت الكوسه بتاعتي نضفتها كده من فوق ومن تحت وغسلتها، هبدا بقى ايه نقطعها زي ما انتم شايفين كده اهو بزاويه شويه، عشان احنا طبعا مش عارفين نعمل فيها ايه. انا قبل ما اعمل الاكله دي النهارده كنت ناويه ان انا قلت اعملهم شويه كوسه مطبوخين كده ورز وسلطه وخلاص النهارده يعني عشان ما تبص الكوسه. اقترحوا عليا اللي هم عايزين مكرونه بشاميل، وبما ان عندي اللازانيا فقلت اعمل لهم اللازانيا. والكوسه قلت برضو ايه عشان ما يتعوزش اكتر من كده وتبوظ، فاحنا نعملها صينيه بشاميل صغيره، كوسه بشاميل صغيره كده اهو. وبما ان انا برضو ما عنديش صواني صغيره من ضمن الحاجات اللي ضاعت مني في النقل، فانا عملتها في الطاسه و... ومش هتاكل تزعلوا من منظر الطاسه. الطاسه شكلها كده بس هي نظيفه، بس هي شكلها كده خلاص يعني، هي خدت الرسمه دي. لما فكرت اغسل قبل كده الطاسات بنفس الطريقه اللي كنت بشوفها على النت، ولعت قبل كده في البيت ومش هغسلها تاني، هي هتفضل بالشكلها ده. ادي الطاسه بتاعتنا، انت عارفه كده نضيفه جدا، بس دي كانت الحاجه الوحيده اللي كانت تقدر تخش الفرن عشان كلها يعني كانت ألمونيا وايديها استانلس، فدي كانت الحاجه الوحيده اللي تعرف تدخلها الفرن. لكن الباقي اللي كان عندي ايده بلاستيك، فطبعا كان هيسيح لو دخل الفرن. فانا هنا حطيت شويه فلفل اسود وشويه ملح. ونحط لها شويه زيت حبه صغيرين كده، كانت الازاز دي خلاص اتشحرت. واخدهم بقى على البوتاجاز ايه هشوح فيهم شويه. هنا حطينا بقى ايه شويه سمنه عشان نعمل بقى البشاميل. حطينا 3 4 معالق سمنه كده حلوين، وهننزل بعد كده عليهم بالدقيق. وحطينا بقى الطاسه اللي ورانا دي نشوح الكوسه براحتها، والصينيه اللي انتوا شايفينها نص ربعها ظاهر دي اللي هنعمل فيها اللازانيا بتاعتنا. انا هنحط بقى هنا 3 معالق دقيق، طلعوا 4، ايه ده 5 كمان، ده وسعت مني قوي عشان كده احتجت ان انا احط سمنه تاني. كترت الدقيق قوي على كميه السمنه، فهضطر ان احط حبه سمنه كمان عشان خاطر ايه كان دقيق نشف كده، كان عايز دقيق تاني يعني، كان عايز سمنه تاني قصدي. فهنزل لها شويه سمنه كده، نديها برضو تقليبه. معلش دراعي داخل في الموبايل كده على طول في الوش اللي بيتفرج عليا. الاكل ده كله انا كنت بعمله تقريبا كانت الساعه 4:30، وبرضه يا دوب خلصت على الفطار بالظبط. يعني الواحد على ما بيطلع من الشغل وبيطلع يروح السوق وبيرجع يروح تاني، فمرمطه مرمطه مرمطه في رمضان في رمضان. كل طبعا ده بياخد مننا وقت، وانتي مضطره في الاخر هتعملي اكل وتخلصيه في ميعاد معين يعني. قبل رمضان الواحد كان بيعمل في الوقت اللي يناسبه
وبتخلصي براحتك وبتقعدي براحتك. ممكن نفطر يعني نتغدى 7 6 براحتنا بقى حسب ما الاكل بتاعنا بيخلص. لكن في رمضان انت عندك وقت. زي ما انتم شايفين بقى كده شوحنا حمرنا الدقيق مع السمنه كويس زي ما انتم شايفين كده بيغلي ازاي. وطبعا تخلي بالك عشان ما يتحرقش منك، عشان لو اتحرق هيبقى طعمه مش حلو. وكل ما هو بيغلي كده في بعضه فالدقيق بيستوي بيكون طعمه مش باين بعد كده في الاكل يعني. بعد هننزل باللبن بتاعنا، معانا كيلو لبن. قلب 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 قلب. بعد كده هنجيب المضرب بس ايه بعد ما نخلص كمية اللبن اللي هنحطها. خليت حبة صغيرين، قلت عشان خاطر لو اللبن قولوا معايا البشاميل تقل منه عايزين نخفف شوية يبقى معانا لبن نخف بيه. هنحط بقى شوية فلفل اسود ونحط شوية ملح. وطبعا الماجي بتاعنا اللي مفيش غنى عنه اللي الواحدة بقت بجنيه. حبة زعتر صغيرين برضو كده اهو. ونديله بقى تقليبه كده بالمضرب بتاعنا الجميل عشان ما يحصلش فيه اي تكتلات. طبعا افضلي اضربيه اضربيه اضربيه. ولا قدر الله يعني لا قدر الله لو كلكع منك ولا حاجه اصبري بس يبرد شويه وحطي له شويه لبن او شويه ميه وانزلي بيه على الخلاط. اديله ضربه في الخلاط عشان يفك منك، بس ان شاء الله يعني مش هيفك طول ما انت في البدايه موطيه النار عليه لحد ما تبداي تمسكي نفسك كده اهو وتبداي تشتغلي وايدك فاضيه وتركزي معاه تعلي عليه النار. طول ما انت بادئه بالراحه وموطيه النار هتعرفي تظبطيه. لكن هتعلي النار من الاول هيكلكع منك بسرعه ومش هتعرفي تتحكمي فيه. معانا بقى الناحيه التانية المفروم بتاعنا هو بيتعصج. نديله برضو تقليبه. احنا كده معانا البشاميل خلاص جاهز بس يتقل. والبشاميل واللحمه بتاعتنا برضو يعتبر خلاص كانت استوت. هي كده مستويه يعني بس احنا حاطين لها الصلصه فكنا عايزين نسبك الصلصه معاه عشان نبدا نشتغل. فكده كانت خلاص طبعا كل حاجه جهزت معايا. والمكرونه الملكه عايز اقول لكم هي ما عجبتنيش مع ان الملكه يعتبر نوعها كويس يعني احلى الوحشين. تعتبر كانت الملكه حلوه يعني. انا قبليها كنت جبت لمتنا نوع برضو لمتنا في اللازانيا احلى بكتير من الملكه. الملكه لا ما عجبتنيش الصراحه خالص. لمتنا كانت احلى وكانت اخف من الملكه. وكمان كان حتى علبتها كانت اقيم من دي. دي فتحتها انا متوقعه ان انا هلاقيها زي لمتنا. هتفتحي العلبه من الجنب وهتشدي بقى طبق. هي قاعده جوه طبق كده مبيتينها في طبق يعني. دي فتحتها محطوطه كده. طب انا هطلعها ازاي؟ هطلعها بقى لازم على طبق. فاضطريت ان اقطع العلبه بالمنظر السيء اللي انتوا شايفينه دوت. جبنا بقى الصينيه بتاعتنا وهندهنها نحط فيها من تحت كده بشاميل. وهنبدا نرص اللازانيا. حتى في تكسيرها برضه ما عجبتنيش. طبيعي طبعا احنا مش هنلاقي نفس المقاس فهنكسر. انا لما كنت بكسر النوع بتاع المكرونه لمتنا كانت بتتكسر حته حته كده يعني. لكن تكسر حته بصي تفتفت منك كانك كسرت ازاز. فكانت معصباني معصباني معصباني. بس هي الحمد لله طلعت في الاخر يعني تاكلت كانت كويسه. بس انا بقول الافضل عن تجربتي كانت لمتنا كانت احسن. واكيد لو في انواع تانية اقيم هتبقى احسن برضو. بس حطينا بقى بشاميل وهنحط طبقه من اللازانيا بتاعتنا. وبعد كده نحط بشاميل تاني وهنجيب كبشة برضو مفروم. تحطي كده حبه برضو حلوين توزعيهم وبعد كده تفرديهم على الصينيه كلها عشان كل السوائل دي لما تحطيها في الفرن تبدا تغلي كلها في بعضها هتنزل ميتهم وهيسووا بقى المكرونه. ممكن بعد كده بقى يعني انا تقريبا يعني الملكه النوع ده عايز يتسلق اصلا
فبعد كده انا لو جبت الملكه تاني هسلقها. فانتوا خليكوا عارفين، جبتي لازانيا الملكه اسلقيها احسن. بس خليكم مركزين بقى في الخطوات، عشان الصوص اللي انت بتحطوه بتاع البشاميل واللحمه المفرومه دوت اللي هيسويلك المكرونه. فلازم بين كل رق والتاني هتحطي بشاميل وهتحطي لحمه مفرومه، عشان خاطر ده اللي هيسويها لك. تفضلي بقى ايه كده كل، بص على فكره التكسير ده كله مش بيبان في الاخر، كل ده بيمسك في بعضه ومش هيبان يعني. برضو ننزل بالبشاميل وبالمفروم لحد ما هنخلص الكميه بتاعتنا كلها. انا تقريبا هوقف دلوقتي الفيديو لحد ما ايه هخلص كله. الحته بقى دي انا عارفه، انا مش انا متاكده ان اللقطه دي اللي دخل فيها مصطفى في المطبخ، ووقت ما بيدخل المطبخ انا بتعفرت خلاص، بتلخبط، وبيفضل يتكلم وبيفضل يخترع ويقولك اعملي كده وما تعمليش كده، ويحسسك اللي هو الفنان مصطفى او الشيف مصطفى، فيعصبني، فخلاني هبدا بقى اتلخبط. حتى هنا في الطبقه دي انا كنت حاطه بشاميل قليل، فوقفت الفيديو عشان اسكته وامشيه واكمل بعد كده. كده بقى كنت كملت خلاص كل الطبقات اللي كانت معايا من المكرونه ومن اللحمه ومن البشاميل وكله. بس طبعا سبت شويه للكوسه برضو، ايه هوريها لكم دلوقتي. هنحط برضو شويه جبنه كده موتزاريلا على الوش. والفرن كنت مش فاكره كنت نزلته ولا لسه يعني، بس عامه يعني الفرن ايه، انت هتشغليه وتسخنيه، واول ما يسخن بتدخلي بقى في المكرونه بتاعتك او الباستا او النجريسكو او ايا كان هتعمليها في الفرن، هتدخليها الفرن. واحنا بقى ايه دخلنا اللازانيا في الاخر. عادي عادي، اللي يقع منك حطيه تاني، رخامتنا نظيفه، بنتنا حبيبتنا نظيفه جدا يعني. شايفين شياكه وجمال. يركن بقى دي على جنب، ونجيب ايه الكوسه بتاعتنا بعد ما شوحناها كويس واستوت نص سوا كده. عايز اقول لكم انا عجبتني الكوسه اكتر من المكرونه. معانا بقى شويه لحمه كده كنت سايبهم لها، حطيناهم بقى كلهم كده اهوت على الكوسه بتاعتنا. ودعولي بقى، ادعولي ربنا يكرمني كده واعرف اجيب طقم حلال كده وشويه صواني حلوين عشان المنظر بس، عشان والله الواحد وشه منكو في الارض، يعني وش منكو في الارض. بس زي ما انتم شايفين كده اهو، برضو ما تدخل الفرن كله هيغلي مع بعضه وايه وهتستوي. هي مستويه مش قوي يعني، هي الكوسه بتكسر كده اهو. احنا بقى هنكمل سواها في الفرن. حطينا برضو شويه البشاميل، وسليم هنا بقى كان عمال يزن زي باباه، هو كان عايز البشاميل بقى اللي في الحله، عمال سيبي لي حبه سيبي لي حبه، انا سبت له كتير في الحله يعني بتاع نص كوبايه. الحمد لله البشاميل طلع معانا كتير كده. خلاص نحط لها برضو شويه جبنه. هنا بقى عايز اقولك كان فاضل على المغرب نص ساعه بالظبط، وكنت لسه هسوي الباستا اللي هي اللي قولوا معايا اسمها ايه دي، اللازانيا، ولسه هسوي الكوسه. وكنت في الفرن الكهربائي الصغير اللي هو اصلا بيشل. ف يعني بتيجي في الاخر بقى بتتقفل معاكي في الوقت بالذات اللي انت شغاله فيه. ما عرفتش اكمل لكم طبعا تصوير من كتر ما المطبخ اتلخم، والفرن لما بحطه على الرخامه بياخد مني مساحه. هنا كنت خلاص، كنت هنا عملت اللازانيا طبعا ما قطعتش، ما كنتش قادره اللي انا لسه اقعد اقطع واوريكم التصوير والكلام ده. طبعا انتوا عارفين وقفه المطبخ في الصيام بتبقى عامله ازاي، بتبقى هده يعني. هنا زي ما انتم شايفين الكوسه بعد ما طلعت طبعا ما كانش ينفع اطلعها لهم في الطاسه الشياكه بتاعتنا دي، فنزلتها في الطبق. حاولت على قد ما قدرنا ايه اتحكم في شكلها يعني. والبانيه بتاعي قليته بطريقه برضو كويسه، عايزه اوريكم الخلطه اللي بقيت اقلبيها، هوريها لكم المره الجايه ان شاء الله. وكنت عملت بقى الحلو دوت برضو القطايف زي ما انتم شايفين كده اهوت، والمخلل بتاعنا والعيش عشان الكوسه. ويا رب الفيديو يكون بتاعي عجبكم النهارده، ما كنتش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش.